فامي علمتني، قالت لي ازاي اول غرزه، يعني اول حاجه في الحياه هي بس كده وتعمل كده. فاشتغلت ان انا بقيت اعمل حاجات زيهم وافنن. وكان في فرح حد من قرايبي، فراحوا للديزاينر كبير فقال لهم سعر غالي قوي، فقلت لها طب اديني اعمله لك. قالت لي بس يلا حاجه كده لو حد صغير فانت مش ناقصاك انت كمان يعني. المهم ماما اقنعتها، قالت لها هاني بيعرف يعمل حاجات حلوه وكده. فالمهم عملنا الحاجه دي، طلعت ناجحه جدا. انا طول الصيف اخواتي يروحوا النادي ويلعبوا ويتنططوا وانا قاعد اشتغل. جه يوم الفرح انا ما روحتش، كنت عييت، ما كانش عندنا اير كونديشن، كان لسه مروحه السقف دي. فكنت قاعد اشتغل طول النهار على او طول الوقت على تحت المروحة. مروحه الكلام ده من الزمن يعني. فالفرح يجنن، حلو قوي الفستان. مين اللي عامله؟ ده هاني ابن خالتنا. ايه ده؟ هاني الواد هاني. الواد هاني. فالواد هاني ده بقى هو مشهور في العيله، بيعمل حاجات فنيه قوي. بالصدفه البحته بقى بنت خالتي كانت عايزه فستان، فانا اشتغلت لها التطريز قبل الفستان، عملت لها عينة الشغل كده. فنزلنا، كان في حاجه اسمها ماي فير ليدي، سيدتي الجميله، كان محل معروف قوي في شارع قصر النيل، والناس اللي هتسمعنا دلوقتي هيعرفوا المحل هيعرف. ده. الكلام ده من برضه زمن الزمن. فدخلنا المحل عايزين نشتري قماش، فقالوا الله ايه الشغل الحلو ده، مين اللي عامله؟ قلت لهم هاني. الراجل قال لي من فضلك عايزين عنوانك وتليفونك. تليفوني ليه؟ انا لسه طالب في المدرسه وما بعملش شغل، انا كل ده في هوايه. المدرسة؟ كل ده هوايه في المدرسه، لسه يمكن ما عدتش مرحله الاولى ثانوي او تانية ثانوي. شويه لقيت حد بيكلمني بيقول لي انا فلانه الفلانيه، كانت حد مشهوره قوي، كانت بيت عصفور، بيت كريستال عصفور. قالت لي انا هعمل فستان فرح كبير وعايزاك تعمل لي الفستان. انا اتخضيت انها عايزه تعمل معايا فستان الفرح من بابه، دوبك اعمل حاجات مشغوله وكده. المهم جت واتفقنا، والحمد لله ربنا اكرمني جدا جدا ان انا قدرت اعمل لها فستان فرح كان حديث مصر والعالم العربي، عشان ده كان ايه، مصر وفلسطين وسوريا، السعوديه، كل الدول العربيه، الاردن. فكان في دول عربيه كتيره جدا، وما كانش في سوشيال ميديا، كان في فيديو. والفيديو بيروح اللي هو البيتا ماكس والفي اتش اس الكبار بتوع ايام زمان دول، كان بيروح البيوت، فتبقى عندك مقتنيات فيديو فرح الفلاني الفلاني. ده كانت حاجه كبيره جدا. وفي الفرح ده اتعرفت على صباح، المطربه الكبيره صبوح. طبعا. فاوريدي الصبوحه دخلت تغني وما اعرفش مين بيغني وانا بعمل الفستان ايه عامل ازاي. فاتولدت ولاده فنيه. النهارده لو تقولي على طريقه السوشيال ميديا، عملت اعلانات مثلا بمليون دولار، فاشتهرت جدا وانا عمري مثلا ثانويه عامه او تانية ثانوي. بعد كده الحمد لله توالت بقى ال الافراح والناس وده وده. ابويا بقى الله يرحمه الله كان يرحمه. مش عايزني اخش في المجال ده خالص، وكان ده مجال بالنسبه له ده يجيب يعني يجيب العار وغلط وازاي كده. وانت ابويا كان تربيه وتعليم، موجه اول تربيه وتعليم، وكنت بتضرب. وكنت اول ما يخش البيت احنا لازم نكون قاعدين على الترابيزه والكتاب حتى لو بالشقلوب، بس انت قاعده بذاكري. اكيد برضو الناس اللي عصروا الجيل بتاعي كان هيفهموا. شديد يعني؟ مش شديد، هو ما عندوش حاجه اسمها غير ان هو عنف. هيضرب، هتذاكر، هتنجح. عشان تبقى شاطر لازم هو تتضرب، كده لازم. هو موجه اول تربيه وتعليم، فكان عنده كانه ناظر المدرسه، يخش يبقى الاولاد مظبوطين، الجرس يضرب، الحصه تبتدي. فهو ده البيت زي المدرسه، فبالظبط هي. فهو الله يرحمه توفاه الله، ولم يحصد اي نجاح من نجاحاتي. عشان قلت يمكن عشان ربنا سبحانه وتعالى الخير كله لربنا ثم لامي، فعشان النجاح كله ينسب لامي، هي السبب الحكايه دي كلها. ولغايه النهارده اجدع فستان لو في ايه هطلع على المانيكان ممكن تطلع لي فيه عيب، تقول لي لا ده فيه كذا، ويطلع فعلا العيب حقيقي ان ده غلطه من مثلا من خياط. فالنهارده كل نجاحاتي قلت لك في الاول ده ربنا سبحانه وتعالى ثم امي ثم تعبي اخر حاجه. توالت بقى النجاحات، ثم دخلت حقوق. طبعا كان عشان ابويا الله يرحمه كنت بعيط ان انا بعيط ازاي مش عايز اخش تدخل. حقوق وقانون والماده علم الاجرام والعقاب وعلم القانون وشريعه المسلمين وغير المسلمين. انا كنت بروح ببكي واقعد اذاكر زي الريكورد كده يعني بسجل عشان ان انا عشان يعني تنجح. انتبه بالظبط. فقيت انجح عشان اكمل، انجح عشان اكمل. فامي قالت لي انت بتكمل ده، طب كمل، ومش عايزه مثلا منك لا ملحق ايام المدرسه ولا ماده ايام الجامعه. خلصت الجامعه سافرت على سنتر دي كوتيور في باريس. كنت فاكر نفسي هروح اشتغل بقى ايه مع ديور او عند شانيل او عند مثلا حد من الكبار مصممي الازياء. لقيت نفسي دخلت اكاديميه عاديه خالص. انا اشطر
يعني مش اشطر، لا عندي باك جراوند انت اكتر. شايف ان انت اقوى منه. هو اللي قال لي كده، البروفيسور قال لي انت جاي، انت بتعمل باترون، انت بتشتغل، انت بتطرز، انت بتعمل فينيشنج، معدي فخلاص يعني بخطوات. وريته بقى اللي انا عندي صور ايه وشغلي ايه، فقال لي انت بتعمل حاجات يعني ارجع بلدك احسن واشتغل. فكانت فرصه ليا صراحه ان انا يبقى عندي وقت للسنكحه في باريس. ان انا اتمشى في شوارع باريس. انت يعني بامانه لما تتمشي في شوارع باريس وتروحي شوارع الموضه، ده احلى فيتامين في الحياه، تشوفي حاجه ما حصلتش. اول حاجه بتشوفي ماتيريال، بتشوفي شياكه، بتشوفي فينيشنج، بتشوفي وهج، بتشوفي فاشن. ايه الجمال ده! فبقيت كل يوم في الفابور سانتا نوري رايح يمين وجاي شمال، لا رايح مشي، بتشوف عشان الحاجات. بتستمتعي بالجمال. ممكن تكون الفاترينا مش بتتغير كل يوم، بتتغير كل اسبوع مثلا، بس انا كل يوم بملي عينيا كاني بحط فيتامين في عيني ان انا بشوف الحاجات دي. وساعات كنت بخش البوتيكس، او مثلا اخش اي مول او كده، ابص على الحاجه واشوف الفابريك معموله ازاي، وكده اقول ايه هو، ازاي احنا مش عندنا نفس الفابريك دي، مش عندنا نفس الفينيشنج ده. هم دول الملايكه اللي شغالين، دول بني ادمين زينا زيهم. طب ليه ما يكونش عندنا كده؟ في عندي غيره، بس غيره لطيفه، مش غيره ان انت غيرانه منهم. غيران منهم انت غيرانه على المهنه، غيرانه على احنا في مصر لازم يبقى عندنا الكاتيجوري ده، وعندنا نفس اللي يشتغل الشغلانه دي يبقى حابب. يعني في اتربيت برضو على ايد واحده مصممه ازياء اسمها مدام باربي سويدان. باربي دي ست المانيه، فاول ما جوزها قريب جدتي، فدخلت عندها في الصالون، فخدتني عندها قالت لي تعالى، ورتني شهاده. الشهاده دي بتاعتها بتاعت الاوت كوتور دي عمرها كام سنه دراسه؟ 8 سنين. فانا اتخضيت قلت لها 8 سنين؟ قالت لي ايوه، عشان تتعلم وتبقى معاك الدبلومه دي 8 سنين، يعني اعلى من الهندسه واعلى من الطب. طب ليه؟ قلت لها قالت لي انت بتؤثر في الذوق العام. لما تطلع ديزاينر شاطر هتؤثر، تطلع شاطر وتطلع انتاج حلو، الذوق العام يتاثر بيك، او تطلع حاجات اي كلام. فدول بيعلمونا ازاي تؤثر في الذوق العام. الكلام ده كان مهم جدا، كان مهم قوي النهارده يبقى في مصر مدارس لتعليم الموضه الراقيه الحقيقيه. اطلع الديزاينر واديله لو عايزه. انت هتاخد لما تبقى ديزاينر شاطر، هتاخد شهره، هتاخد نجاح، هتاخد فلوس كويسه قوي. اديني بقى بالمقابل شغل ذوق كويس. حلو. انا الله ارتقي، انا النهارده ابقى الشارع العام راقي جدا، وممكن من خلالك ان احنا نعمل مصانع، ونعمل تصدير، نجيب عملة صعبة. النهارده عندنا مشكلة جامدة جدا مع العملة الصعبة بتاعت مصر. احنا ممكن من خلال ده افتخر والبس المصري. انا رفعت شعار افتخر والبس المصري من 2008، ان انا بعمل فاشن شو في مصر. كانت كل الفئات العمرية والفنية والعظيمة، من فنانين لكتاب لسياسيين لسيدات مجتمع، في ديفيلي هاني البحيري. وكان يبقى عندنا سوبر ستار بتبقى لابسه فستان الفرح، والناس مستنيه من 2008 ل 2020. وعملنا اغلى فستان في العالم، وعملنا احلى فستان ما اعرفش فين، وعملنا فين. كل ده بنقول ايه؟ يو هاف تو بي فيري براود ان انت ده مصري. احنا يا جماعه وصلنا لحته لا مهمه قوي، يعني ستوب ونعمل قاعده كده مظبوطه، والناس تبقى فاهمه. عشان تبقى فاشن ديزاينر يبقى عندك فيري ويل باك جراوند عن الازياء والماتيريال والفينيشنج.